يعجبك بالبنية شكلا وانطباعا؟ عيونها، شلونك مثل عيونك تكون، وانطباعا يعني يكون ما تتصنع. شكلا خشمها، اول ما باوع على خشم، هذا خشمها كبير تسقط من عليه، وحق والله خشمك صغير. احلى ما بيها خشمي. عم خشمي كبير، خشمي كبير. هاي انطباعا شو يعجبك بالبنية اول ما تشوفها؟ غير شخصيتها مثل ما يقولون. شكلا طولها وملامحها، خشمها صغير وخشمها صغير. قد الطول؟ 170 وفوق. دنقة. وانطباعا؟ محبوبة. لا يعني محبوبة، مو يعني دمها مو جامد. شكلا عيونها وانطباعا الصراحة. يعني اول ما تشوف البنية اول شيء يجذبك الها؟ عيونها، الشكل، العين وطول. بالضبط. ليش العين؟ ليش اختارت العين؟ يعني حتى فتشابه عليه. كل شيء يقدر يتجذب عدا العيون ما تجذب. يعني اكثر شيء المنطقه الخدود مالته والراس على ذاته. هاي انطباعا نكون يعني ما اقول لك تكون اجتماعيه اهم شيء يعني وصورتي هذا الحلو بها. احس تصرفات شكلها ما يهمني يعني صراحه، كانش تصرفات طبعا يكون خجوله حبابه. هو المفروض يعني أكثر شيء المفروض يصير بريئة، يعني أهم شيء البراءة. شغلة ثانية الأنوثة يعني. والله الحقيقه يريدها حسن خلق واخلاقه. والله العظيم صوته يخبل. قولها للبنات يلا. الله عليك غنيتها لها. شو تغني للبنات؟ شو تقول للبنات؟ الشمس قد قسمت نصفين لي ولها، النور في خدها والنار في كبدي، النور في خدها والنار في كبدي، ويلي حياك الله. وجه البنية عيونها إذا كانت مثلا كبيرة أو ملونة فتكون جميلة كلش. تكون بنية مثلا يعني فري أكثر شيء، يعني مو عندها مثلا انعزال أو غير شيء، ولا كلش فري، شيء حلو يعني وسط، وعندها مثلا حلو ويا زملائها ويا أصدقائها، أسلوب كلام حلو. شكلها، عيونها، واكثر شيء بالبنيه شعرها حد. اذا شعرها طويل يكون. إذا سافر. اي. انطباعه يكون هذا.